ياسين مرعي وأشرف داري يشاركان في مران الأهلي اليوم بقوة. منتخب مصر يحصد المركز الثالث في بطولة العين الدولية بعد الفوز على كاف فيردي بركلات الترجيح. أحمد نبيل كوكا لا يمانع التجديد لكن بشرط وجود بند يتيح له الاحتراف. تم الاستقرار على التدعيم في 3 مراكز كحد أدنى قبل عرض الأمر على يستروب. الفريق يحتاج لدعم مراكز المدافع والظهير الأيسر والمهاجم على أقل تقدير، وهناك تواصل لاتفاق مع محمود الجزار مع رغبة في التفاوض مع عمر فايد في يناير المقبل، كما يبقى الثنائي يحيى زكريا وتوفيق محمد ضمن دائرة المرشحين لتدعيم الظهير الأيسر. ما يتردد حول توقيع رامي ربيعة للنادي الأهلي أو وجود مفاوضات معه لا يمت للحقيقة بصلة، ولم يحدث أي نوع من المباحثات بشأن عودته لصفوف الفريق في الموسم الجديد. يعقد الأهلي اليوم جلسة حاسمة مع أليو ديانج بعد عودته من التوقف الدولي بحضور وليد صلاح الدين لحسم مصير اللاعب، وإذا استقر ديانج على عدم التجديد فالاتجاه الأقرب سيكون بيع اللاعب في يناير. يبقى أسامة فيصل حتى الآن أولوية للنادي الأهلي لضمه في يناير، ويفضل الأهلي ذلك الأمر عن التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلا من نيتس جريديشار بحثا عن التدعيم بإضافة لاعب جديد. الكاف يعتمد استاد برج العرب لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية بعد تأكده من استيفاء المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية. يسعى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي إلى الوصول إلى قطع خطوات متقدمة في ملف تجديد تعاقد حسين الشحات وأحمد عبد القادر. الأهلي هيلعب على تحفة معمارية. الجيش الملكي يعلن إقامة مباراة الأهلي يوم 28 نوفمبر على ملعب مولاي الحسن بدلا من مركب مولاي عبد الله. الأهلي قلق من إصابات أشرف داري رغم القناعة الكبيرة بقدراته، وعشان كده بدأ يفكر في بدائل دفاعية، ولو سمعتوا أسماء عمر فايد ومحمود الجزار صدقوها لأنهم فعلا على رادار الأهلي. موقف داري لسه تحت التقييم الطبي، والأهلي ما بدأش مفاوضات رسمية لحد دلوقتي، لكن بيبحث النبض وبيشوف الخيارات المتاحة. البروفة الأخيرة والتعادل السلبي يحسم مباراة منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.